يا حسرة على قوم سلموا سيوفهم لأعدائهم وظنوا أنهم يجنون بها المجد، فإذ بها تجلب العار. في زمن اشتعلت فيه الأرض نارا والسماء رجت رجا، كان العثمانيون يقاتلون في الشرق والغرب، وكانت الخلافة تستنزف وتتشقق، لكنها لم تسقط حتى جاءها الخنجر المسموم، لا من عدو خارجي بل من خاصرتها. من هنا تبدأ الحكاية، حكاية ثورة قيل عنها أنها شريفة، لكن في قلبها خيانة مريبة. أهلا بكم في حكايات عثمانية تقدم لكم على قصة وحكاية، فتابعونا. جلس الشريف الحسين حفيد النبي على طاولة الإنجليز يتفاوض لا من أجل نصر الأمة بل من أجل العرش ولو كان على رمادها. مكاتبات موكماهون كانت كالعسل المسموم، كلام ناعم ووعد فضفاض، كمن يمني طفلا بقصر من ورق. رغم أن الحسين الشريف كان فعلا في نواياه طيبة ويريد استقلال العرب من العثمانيون الذين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، لكن لا يختلف التاريخ أنها أصبحت كعجوز في نهايتها، وآن للعرب أن ينتفضوا من تلك العجوز، لكنها حدثت بالطريقة الخاطئة. قالوا له: ثورة لأجل العرب ونعطيك مملكة تمتد من الشام إلى اليمن، تصبحون دولة واحدة عربية أمة كما لم تكون من قبل. فثار، ولكن ليس لأجل ما حدث ذلك بل لأجل ما يريدونهم. وسار ومعه العرب، وما علموا أن الذي يركب البحر مع العدو لا يلومن الطوفان إن أغرقه. أعلنت الثورة ورفرف علم العرب، ولكن خلفه كانت البنادق بريطانية والأوامر تأتي من لندن لا من مكة. ذلك الثعلب الإنجليزي دخل مجلس الشرف وخرج منها بخريطة تمزق الأمة إربا. يا لسخرية الأقدار، من كان يقاتل تحت راية الخلافة صار يقاتلها، ومن كان يطعن في ظهور العثمانيين أصبح بطلا في كتب الاستعمار. وسقطت دمشق وسقطت القدس ولم يبك أحد، فكل كان مشغولا بعرشه، بكرسيه، بظل لا يطول، وكأن التاريخ يعيد نفسه. هل أعطى الإنجليز الشريف ما وعدوه؟ لا ورب الكعبة. قسموا الأرض ونقضوا العهد، فلا ملكا أقاموه ولا وعدا وفوا به. من خان خليفة المسلمين خانه من خان معه، فمن خان أول الطريق لا يؤتمن في آخره. وهكذا سقطت الخلافة، ومن يومها سحقت الأمة بين مطرقة الخيانة وسندان الاستعمار، فغابت هيبتنا وتفرقت صفوفنا، وصار العربي من يومها يقاتل أخاه بعدما خان عمه، ومن باع دينه لأجل دنيا غيره خرج منها خاسرا مرتين. فهل كانت ثورة أم كانت خيانة؟ أم كان مقصد الشريف حسنا وطيبا لكن انقلب عليه الإنجليز وخانوه؟ وهل نعيد الكرة أم نتعلم من المرة؟ كنا معكم في قصة وحكاية، في حكايات عثمانية تأتيكم كل أسبوع، فتابعونا.